السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بعد انتهاء مباراة اليوم من الدوري العراقي إليكم أبرز النتائج: أربيل يهزم القوة الجوية بهدفين مقابل هدف، وديالا يهزم القاسم بهدف مقابل الشيء. ومباراة النفط والكهرباء تتوقف بسبب انقطاع الكهرباء، وكانت النتيجة تشير لهدف في كل شباك. إذا الشرطة متصدر ب8 نقطة، يلي الزوراء ب74 نقطة، زاخو ثالثا ب67 نقطة، ثم طلب في المركز الرابع ب47 نقطة. خامسا القوة الجوية 57 نقطة، أيضا دهوك 54 نقطة، يلي كل من النفط والكرمة ب52 نقطة لكل فريق. في المركز التاسع نجد القاسم ب51 نقطة، يليه نوروز ب49 نقطة، ثم نفط ميسان في المركز ال11 ب48 نقطة، وأربيل في المركز ال12 ب47 نقطة. الكهرباء 44 نقطة، يلي النجف ب43 نقطة، ثم الميناء والكرخ في المركز ال15 مناصفة ب40 نقطة لكل فريق. في المركز ال17 لدينا ديالا أيضا 40 نقطة، ثم نفط البصرة في المركز ال18 ب29 نقطة، يلي كل من الحدود ب23 نقطة، في حين كربلاء رسميا هبط للدرجة الثانية. مهند علي كاظم هداف دوري نجوم العراق ب26 هدف، لاعب الشرطة يلي غوستافو إنريك ب17 هدفا، ثم مروان حسين لاعب نوروز ب16 هدف.